المغرب. 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 هاك. موروكو. موروكو. هاك. الملك محمد السادس وولي العهد استقبلوا المنتخب. العاهل المغربي يستقبل أعضاء الفريق. استقبال العاهل المغربي محمد السادس لفريق المغرب. نال أصول الأطلس وأمهاتهما تكريما ملكيا خاصا. ده استقبال جلالة الملك محمد السادس للمنتخب المغربي. المعلومات اللي عندي أنه سيستقبلهم شبيه الملك، والدليل أنه تم تحديد عدد الوفد الذي سيستقبله الملك. وشوف انت الوقاحه فين وصلت بهذا الاعلام هذا نوع من الجنون ونوع من الغباء لا يقبله عقل. في الوقت اللي كنشوفوا تبارك الله العالم كامل كيفاش تحدث، كنجوا عندكم انتم في الحقيقه وكنفقدوا البوصله معكم والله العظيم الا باز لكم وباز وباز وباز. هذه الايام ايضا كان اسم من بين الاسماء المستهدفه من طرف الذباب الالكتروني طبعا الجزائري. هذا الذباب موجه للحسابات الفيسبوكيه المغربيه باش يدير الاف التعاليق، والهدف هو تبخيس الانجاز المغربي في كاس العالم، وكيقولوا على انه المرتبه الرابعه ما كتستحق هذا الاستقبال الشعبي والتاريخي اللي قتل كبرانات الجزائر. والشيء بالشيء يذكر طبعا، لا باس اننا نذكروا قاده الجزائر واعلامهم بذاك الاستقبال ديال الثمانينات اللي داروا لمنتخبهم العام اللي فات، واللي ما قدر يوصل حتى ل1% من الاستقبال اللي دارته المملكه المغربيه وجلاله الملك في شوارع الرباط وفي القصر الملكي لابطال المغرب والعرب وافريقيا. صحيح طبعا اننا انتقدنا التلفزه ديالنا على التغطيه اللي دارت، وغادي نبقاو ننتقدوها وغادي نبقاو ننتقدوا اعطابنا، هذا الشيء طبيعي جدا، وهذه كما كنقولوا طاجيننا مبين نحنا. ولكن اللي بغينا نقولوا على انه نحنا اليوماتيه ما كنقارنوش مستوانا بالجاره الجزائر. المستوى ديالنا اليوماتيه كنقارنوه بدول اخرى اكثر تقدما، كنقارنوا روسنا بقطر اللي اعطت احسن تنظيم في كاس العالم، كنقارنوا روسنا بالامارات، كنقارنوا روسنا باعلام دول متقدمه، ولا نقارن نفسنا بتاتا بين قوسين. عندما تحدث الجزائر تحدث عن كبرانة الجزائر والمتحكمين في رقاب الشعب الجزائري. مناسبة طبعا هذا الكلام أيضا هو خروج الرئيس الجزائري قبل يومين في قناة جزائرية قال فيها أن الجزائر تجاوزت مرحلة الوساطات مع المغرب، يعني على أن الرئيس الجزائري ما باغي الصلح. والحقيقة أن هذه الخرجة جات باش تغطي على فضيحة منع ذكر اسم المغرب في القنوات الرسمية الجزائرية وإقالة مدير إحدى القنوات فقط لأنه ذكر اسم المغرب، ويقولون على أن المغرب هو اللي كيتودد الجزائر وباغي الوساطات. أنا كنقول لكم أسيدي، واش شفتوا نحنا محزرينكم؟ واش شفتوا نحنا كنقلبوا لكم؟ واش شفتوا نحنا كنقولوا واحد المثل عندنا بالدارجة اللي ما جابتم حبة ما تجيبوا الحزارة. صحيح على أن يد جلالة الملك ممدودة للشعب الجزائري وكانت دائما ممدودة السطر ممدودة، ولكن هذا لا يعني على أن نحن رانا خاصنا غير نتصالحوا مع الكبرانات في الجزائر. لا، المغرب دولة قوية، المغرب دولة لها شرعية تاريخية، المغرب لها ملكية دستورية، المغرب ما كيتسناش الوساطات ولا يبحث عن الوساطات لكي يتقرب إلى الجزائر. احنا كنتكلموا على الشعب الجزائري، ويدنا ستظل ويد ملكنا ستظل ممدودة للشعب الجزائري. احنا عارفين على أن الصلح لا يخدم النظام الجزائري، وعلى أنه سيظل النظام الجزائري يبحث عن شماعة يعلق عليها مشاكله الداخلية، وهذه الشماعة لم يجد فيها إلا المغرب، وغادي يبقى دائما يبحث عن أي سبب يعرقل أي تقارب بين الشعبين الجزائري والمغربي. وإحنا الشعب الجزائري ما عندنا معاه حتى مشكل، فرح معنا وخرج للشوارع، وكان مثل شعوب افريقيا والعالم العربي كلهم اللي خرجوا للشوارع وفرحوا. ولكن كنتكلموا على النظام الجزائري، كنتكلموا على الكبرانات في الجزائر، وكنقول لهم على ان المغرب راه ما كيقلب لكم ولا يقلب الوساطات، ولا متمني انه يتصالح معاكم. اذا كنتم نتوما مانكم باغيين الصلح، احنا رانا باغيين الصلح مع الشعب الجزائري، ولكن مانا باغيين مع الكبرانات في الجزائر. وهذا لا يعني على اننا رانا خاصنا غير تكلموا معنا، لا، كنقولها وكنأكدها. سيروا ابحثوا
عن منفذ آخر، عن شماعة أخرى تعلقون عليها فشلكم، وتعلقون عليها المشاكل الداخلية التي تقع بالنسبة للجزائر، وتعلقون عليها أيضا كتخسروا الفلوس على كيانات وهمية وكتكبروا فيها وكتمولوها بدل ما تمولوا الشعب الجزائري وتمولوا. والله إلا عيب وعار عندما نقارن دولة صغيرة الحجم كقطر، كبيرة في التنظيم وكبيرة في الإنجازات وعندها البترول وعندها الغاز، مع دولة كالجزائر أيضا عندها البترول وعندها الغاز، ولكن الفرق شاسع بين البلدين وبين الإمارات أيضا وبين مجموعة من الدول التي تمتلك نفس الثروات الطبيعية اللي تمتلكها الجزائر. وللأسف الشديد هذه الثروات تحول للخارج ضدا على مصلحة الشعب الجزائري. وباش نختم كنقول على أنه باش نعرفوا كي قال المرحوم الحسن الثاني: مع من حشرنا الله في الجوار، ليعلم الجميع مع من حشرنا الله في الجوار. حشرنا مع كبرانات ما بغاوش يتفرقوا معنا، حشرنا مع دولة للأسف لا ترى في المغرب إلا عدو. وعباد الله حتى الاسم ديال المغرب ما باغيينش يذكروه، ما قادينش يذكروه. لهذا الحد وصل الحقد والكراهية والعداء. حقيقة أنا والله لا أفهم حتى انتصار في كرة القدم سيستوه في الوقت اللي الشعب العربي كله، حتى الشعوب المطحونة بالحروب والويلات والفقر فرحت معنا، وانتم اللي جيراننا يا برا ما قديتوا حتى تخلوا الناس تعبر عن فرحتها في الشوارع بانتصار شعب شقيق. لو كنتوا انتم اللي منتصرين والله العظيم لخرج الشعب المغربي واحتفل معكم، ولولا يمنعنا حد. لماذا؟ لأن عندنا ملك متفهم، عندنا دولة الحمد لله كبيرة ولها امتداد في التاريخ ديال 12 قرن، وعندنا مواطنين مغاربة متفاهمين ويعشقون الشعب الجزائري، ولكنهم ضد الكبرانات في الجزائر وضد توغل الكبرانات في الجزائر وضد حق الكبرانات على دولتنا اللي غادي تبقى دائما كبيرة بجلالة الملك، كبيرة بشعبها، كبيرة بفريقها الوطني اللي خلى اسمها يتردد في جميع المحافل الدولية.